السلام عليكم. عمرك اتعصبت على حد وبعد كده ندمت أو خرجت عن شعورك ولما قعدت مع نفسك اكتشفت إن ما كانش في حاجة مستاهلة؟ العصبية هي حاجة كلنا بنمر بيها، بس في ناس بتفقد السيطرة. في الفيديو ده أنا هقولك إحنا ليه بنتعصب، وهل العصبية فعلا ضعف، وإزاي نتعامل مع العصبية من غير ما نكبت نفسنا. العصبية مش ضعف، ومش معناها برضو إن أنت شخص مش متزن مثلا أو عندك مشكلة. العصبية هو رد فعل طبيعي من الجسم والمخ. في عندنا جزء في المخ اسمه الأميجدالا، قد كده. الأميجدالا ده مسؤول عن ردود الأفعال العاطفية، بالذات وقت الخوف والغضب. مثلا حصلك تهديد ولو بسيط، يعني كلمة مستفزة مثلا، جسمك يفهم إن ده خطر، وهنا بقى تبدأ العصبية. صوتك يبتدي يعلى، ضربات قلبك تبتدي تزيد، تحس إن أنت لازم ترد يا إما هتنفجر. لازم تعرف إن العصبية مش خطر في حد ذاتها، بس تعاملنا معاها هو اللي خطر. في ناس لما بتتعصب تبتدي تتعصب على أهلها، على أصحابها، تخسر ناس في الشغل، تكسر حاجات. في الوقت ده لازم تعرف إن أنت لازم تقف عصبية، لأن العصبية هتأثر على علاقاتك، هتأثر على شغلك، هتأثر على صحتك النفسية والجسدية. يجيلك أرق، يجيلك ضغط، ممكن يجيلك سكر. دلوقتي بعد ما عرفنا إحنا ليه بنتعصب والعصبية إمتى تكون مشكلة، إزاي نسيطر على العصبية أو نتعامل إزاي لما نتعصب، هقولك شوية حاجات بسيطة ممكن تساعدنا وقت ما نكون متعصبين. أول حاجة وأهم حاجة وأكتر حاجة موجودة في الدنيا، تنظيم النفس. تاخد نفس في 4 ثواني وتطلعه في 6 ثواني، ده بيديك وقت إن أنت تفكر، وبيديك وقت إن أنت تهدى وتفكر في الكلام اللي أنت هتقوله وما تندمش عليه بعدين. تاني حاجة إن أنت تعمل خروج مؤقت. لقيت الوضع ابتدى يسخن والدنيا كلها شايطة وكله ماسك في بعضه، هخرج دقيقة وهرجع تاني. ده مش ضعف ولا ده خوف ولا أي حاجة، لأ، دي حاجة. لا مؤاخذة، طلع كلب ما خلانيش أكمل الفيديو. كنا بنقول إن الخروج ده مش خوف، دي حكمة. تالت حاجة بقى ودي حاجة مهمة، إن أنت تسأل نفسك سؤال: هل اللي أنا فيه ده أو الموقف ده يستحق إن أنا أخسر الشخص ده؟ أو هل العصبية دي تستاهل الموقف اللي أنا فيه ده؟ ساعات بتكون الإجابة على السؤال ده كفاية إنها تنهي الخناق وتبطل عصبية. بس كده. وفي آخر الفيديو عايز أفكرك إن العصبية طبيعية، بس التحكم فيها قوة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. حافظ على نفسك وحافظ على أهلك وعلاقاتك، وافتكر إن أنت كل ما تيجي تتعصب، إن التحكم في العصبية ده مش كبت، دي مهارة بنتعلمها وبنزودها مع الوقت. ولو أنت شخص بتتعصب، شاركني في الكومنتس، قولي إيه أكتر حاجة بتعصبك، وجرب اللي إحنا اتفقنا عليه ده، ولو نفع معاك قولي في الكومنتس. وما تنساش تعمل سبسكرايب وتشارك الفيديو ده مع حد عصبي. متنسيناش في اللايك. عمري في حياتي ما كنت متخيل إن أنا هقول كده.